الكويت عندما تدعو ابو تريكة هذا استفزاز للشعب المصري وشعور الشعب المصري. مش ممكن ان في تحفظ تم على ممتلكاته لانه اخواني اخواني اخواني، وانه راح لمرسي ومع بعض اللعيبه عشان يخلوا سبيل ابن عم ابو تريكة، واخد بالك، اللي كان واخد 15 سنه سجن وفعلا اخلي سبيله. تمام. ازاي يا دولة الكويت محترمة تستفز مشاعر المصريين بدعوته عندكم وتقول له اصل هو خد 50,000 دولار ولا يورو وتنازل عنهم؟ هل هو خدهم واداهم لواحد اي مستشفيات علاج السرطان؟ لا، استخسروا في ولاد شعب وقال له مش عايزهم، برغم دولة الكويت ربنا يديها دولة عظيمة وغنية. هذا استفزاز، بقول تاني هذا استفزاز. واللي دعا ابو تريكة في الكويت استفز المصريين، واللي دعا باسم وفايته دي في دبي استفز المصريين. حرام حرام حرام.